تنظيم دوري في رياضة ركوب الأمواج التي باتت تعرف إقبالا مهما بشواطئ الإقليم. حفل الاختتام شهد تتويج الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية. من هناك مع نعيمة الدودي ونيمة المغيفري. سيدي إيفني مدينة البحر والجبل، شريط ساحلي ملتف بالمدينة في تعاقب أمواجه إغراء وإثارة لمحبي رياضة الركمجة أو ركوب الأمواج، رياضة مائية تشتهر بها هذه المدينة. لذلك نظم هذا الدور الإقليمي الذي عرف مشاركة مجموعة من محبي هذه الرياضة. درنا اليوم فورماسيون ديال لي مونيتور البارح، واليوم كان تطبيق ديال الفورماسيون اللي درنا معهم البارح في الكلوب. كما كتشوفوا معنا كاينه كومبيتيسيون مسابقه ديال دوز ديال لي كاتيجوري سيرف وبودي بورد. كاين المشاركين ديال ما يقارب 60 مشارك في بجوج ديال لي كاتيجوري، لاعبين التصفيات ربع النهايه ونصف النهايه والنهايه. حنا باقي في الاشتغال ديالها، مازال ما كملاتش. كاينين حكام دوليين اللي كيشرفوا على هذه المسابقه هذه، هما اللي كيديروا الدور ديالهم في التحكيم واللي كيكاليفيو واللي ديسكاليفيو الدراري اللي غينميو هذه البلاصه هذه وغيكونوا ابطال ان شاء الله للمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدور الإقليمي لركوب الأمواج نظم على هامش النسخة الرابعة من مهرجان الصبار الذي اختتمت فعاليته اليوم، وقد عرف هذا الدور تتويج الفائزين الثلاث من كل فئة. إلى جماعة عوين تلهنا بإقليم آسزاك، حيث أسدل الستار على فعاليات الموسم الديني أولاد إدغمني، تظاهرة من تنظيم جمعية الخانقة لحماية وتثمين الموروث الثقافي والديني بدعم من المجلسين الجماعي لعوين تلهنا والإقليمي لآسزاك.